في الطبق ده. صدقوني مش كتير بتقعد تسالوني يا بيبي خسيتي ازاي؟ خسيتي ازاي؟ خسيت لاني كنت باكل حاجات تقفل لي بقي، ما بقفش كتير في المطبخ. بالعكس خالص يا جماعه، السلطه دي على قد ما هي بسيطه جدا جدا جدا، على قد ما هي مليانه كل حاجه احنا عايزينها. فيها البروتين اللي بيسد معانا وبيشبعنا مع الالياف. هتاخدوا الاتنين دول وهتدعوا لي سلطه صحيه طعمها خطير. ضحكوا عليكم اللي قال لكم الاكل الصحي طعم وحش. دي السلطه دي اكلها كل يوم وما ازهقش. اول حاجه هنبدا بيها عندنا هي الفراخ. انا هستخدم صدور فراخ. بنقول للراجل كده ادينا فص كامل. هعمل ايه؟ بحب اقطعها علشان لما اسويها تكون كده متبله ومستويه من كل الجوانب. طاسه تسخن على النار، هنحط فيها ايه؟ بصوا معلقتين زيت بالعدد، انا مش عايزه اكتر من كده. مهم جدا الطاسه تبقى سخنه علشان الفراخ تنزل تعمل ازاي كده. ليه بقى؟ مش انتوا كتير بتشتكوا ان صدور الفراخ بالذات بتكون ناشفه وقاسيه ومهما سويناها ما بتكونش طريه؟ اعملوا بقى التركه دي. لازم عندنا الطاسه تكون سخنه كويس جدا، والطاسه تكون كبيره وواسعه، ونحط فيها الفراخ. تاخد بقى عندنا هنا زي ما بنقول كده ببساطه تاخد صدمه، فتحتفظ بالعصاره جواها. العصاره دي بقى تخليها طريه وجوسي وطعمها حلو جدا كمان. هنتبل بقى بشويه ملح، فلفل اسود، رشه بابريكا، هي كمان يعني حلاوتها لو كانت سموكد بابريكا تخليها حلوه قوي، ورشه زعتر. انا بجيب الكابوتشي ولازم اروح شايله منها قلبها كده علشان اغسلها كويس جدا جدا من جوه واصفيها. وبعدين تعالوا بقى نقطعها في بوله كبيره. بقى هنحط الكابوتشي، وعلى فكره مش دي البوله اللي هناكل فيها، ها هو احنا بنعمل حاجه صحيه جدا ومليانه الياف، بس برضه هنلتزم بالكميات. وعباره عن ايه الدريسنج بتاعي؟ مليان بروتين برضه. بصوا زبادي يوناني بقى، زبادي عادي، حطي زبادي. بحط معلقتين مايونيز اهم هيدونا بس طعم ومش هيحصل اي حاجه، صدقيني خسيت. هحط كمان معلقتين مستردة، فصين توم مفرومين، مش عايزه اكتر من كده، معلقتين خل، 1 2 وما كتريش عن كده. اخر حاجه عندنا بقى عصره الليمونه، وادي عصره الليمونه، رشه الملح، وزيها فلفل اسود. قلبوا بقى كل ده كويس قوي قوي قوي. لازم الدريسنج ده عندي يكون كانه حاجه واحده. على الكابوتشي بقى هنحط كل ده ونسيب حبه بس ايه في الاخر صغننين. نقلب بقى تقليبه حلوه قوي. نجيب بقى الطبق بتاعنا ونحط الكميه اللي احنا هناكلها. بصوا منغنغه ازاي في الدريسنج. نحط بقى عندنا الفراخ اللي احنا شويناها، بصوا لونها خطير ازاي وطعمها كمان يجنن، خطيره. وبدل الجبنه جربي كده ابشري عليها جزره. هتقولي لي طب فين التوست؟ ما بحطش توست. عايزه تحطي توست حطي توست بني، بس انا بكتفي ان انا احط فيها نشويات من الجزر. في الاخر اروح نازله كده بايه؟ بالدريسنج على بقى ايه الفراخ عندي مع الكابوتشي مع الجزر مع كل ده بقى. عرفتوا بقى السر فين؟ شفتوا قد كده سهوله ولذاذه في طبق سلطه مليان كل حاجه، بروتين، الياف، طعم خطير. انتوا مش هتصدقوا، انتوا بس هتجربوها مره هتاكلوا هتشبعوا هتخسوا. مفيش حاجه بتخسس، بس في حاجه بتقفل بقنا. هستناكم تجربوها تقولوا رايكم فيها. باي.